الكتب اللي قدامك دي موجودة على موقع أمازون وأصحابها بيعملوا منها فوق $10,000 شهريا من بيع الكتب دي. وانت كمان تقدر تبدأ تبيع كتبك زيهم على أمازون. طيب هل ده معناه إني لازم أتفق مع دار نشر تطبع لي الكتاب ده وكل ما يجيلي أوردر أشحنه مع أمازون ويسلموه للمشتري؟ لا، الموضوع أسهل من كده بكتير، لأن أمازون عملت منصة اسمها أمازون كي دي بي أو أمازون كيندل دايركت بابليشنج. من خلال المنصة دي هتقدر تبيع كتابك ككتاب إلكتروني يشتغل على كل أجهزة كيندل بتاعة أمازون. مش بس تقدر تبيعه نسخة إلكترونية، لأ كمان تقدر تبيعه كنسخة ورقية ومش هتحتاج إنك تطبع أو تدور على دار نشر، لأن أمازون سهلت لك كل ده. كل ما حد يشتري نسخة ورقية من كتابك، أمازون هتطبع الكتاب وتسلمه للعميل بدون أي تدخل منك. كل اللي انت هتحتاج تعمله إنك ترفع لهم الكتاب وهم هيتصرفوا في الباقي. طيب نيجي بقى للسؤال المهم، هو أنا إزاي هعمل كتاب أصلا؟ أكيد أول حاجة جت في دماغك إنك تستخدم الذكاء الاصطناعي. تشات جي بي تي مثلا، تدخل تقول له اكتب لي كتاب كامل عن موضوع معين وتاخده زي ما هو كوبي بيست وتعرضه للبيع. وللأسف دي أكتر فكرة فاشلة ممكن تعمل بيها الكتاب بتاعك، وغالبا مش هيتباع، ولو اتباع هتاخد تقييمات وحشة وكمان ممكن الحساب بتاعك يتقفل. لأن ببساطة تشات جي بي تي هيكتب لك كتاب ممكن يكون فيه كلام كتير مكرر أو ممل، ومش هيضيف حاجة للي هيقراه. طيب أمال إيه الحل؟ هقولك الحل، بس قبل ما أقولك الحل لازم تبقى عارف إن محتوى الكتب على أمازون كي دي بي بيتقسم لثلاث أنواع: لو كونتنت، ميديوم كونتنت، ولارج كونتنت. أول واحد اللو كونتنت أو المحتوى البسيط، وهي كتب محتواها قليل أو مفيهوش كلام كتير، زي مثلا النوت بوك أغلبها صفحات شبه بعض، أو لو هتضيف فيها كلمة أو صورة مختلفة في كل صفحة برضو تعتبر low content. وميزة اللو كونتنت إنه سهل إنك تعمله، لأن زي ما قلنا محتواه قليل وأغلب الصفحات شبه بعض. تاني نوع هو الميديم كونتنت أو المحتوى المتوسط، وده بيبقى محتوى فيه كلام أو محتوى أزيد شوية من اللو كونتنت، زي مثلا كتب التلوين أو البازل والألغاز، أو مثلا كتب الوورد سيرش، ودي تعتبر من أكتر الكتب مبيعا على أمازون. وهنتعلم إزاي نعملها بالتفصيل في الفيديو اللي جاي. وآخر نوع هو اللارج كونتنت أو المحتوى الكبير، وده محتوى زي الكتب العادية اللي أغلبها كلام، ومحتوى اللي فيها بيبقى أكتر من اللو والميديوم كونتنت. هنشوف مع بعض أمثلة لناس بتبيع كتب من خلال أمازون كي دي بي. هندخل على أمازون وممكن نعمل سيرش عن وورد سيرش. كتب الword search دي من أكتر الكتب بالنسبة لي اللي قدرت أعمل منها مبيعات، وهي فكرتها إن هي عبارة عن حروف بالمنظر ده، والشخص بيحاول يدور على كلمات معينة وسط الحروف دي. والكتب دي في اليونايتد ستيتس مطلوبة جدا، ومش في اليونايتد ستيتس بس، لأ يعني مطلوبة كتير على أمازون عموما. ولو دخلنا مثلا على كتاب زي ده، هنلاقي إن الكتاب ده واخد 2826 تقييم، وتقييم عالي إلى حد ما، الأغلبية 5 نجوم. لو نزلنا تحت هنلاقي هنا البيست سيلر رانك 338. طبعا الرقم ده كل ما كان قليل كل ما كان الكتاب ده بيعمل مبيعات كتير. طيب احنا ممكن نشوف من خلال الويب سايت ده، هنديله البيست سيلر رانك اللي هو 338، وهيحسب لنا عدد المبيعات. هنلاقي هنا إن عدد المبيعات في الشهر 4584، وده رقم حلو جدا. وفي اليوم 306. معنى كده إن الكتاب ده بيحقق أرباح كبيرة جدا. وطبعا مش بس كتب الوورد سيرش اللي عليها طلب، في أنواع كتير، بس ده من خلال تجربتي أنا. في مثلا كتب التلوين، أيا كانت الكتب، كل ما كانت فكرتك مختلفة ومفيش عليها منافسة كتير، كل ما الكتاب اتباع وخد تقييمات أحسن. وكل ما كان الكتاب سهل إنه يتعمل، هتلاقي ليك منافسين كتير، زي مثلا النوت بوكس والحاجات دي زي ما قلنا، هتلاقي كتير بيعملها لأن هي سهلة. ممكن في ساعة تعمل كتاب كامل كل الصفحات شبه بعض. فأهم حاجة في أمازون كي دي بي هي فكرة الكتاب، لازم الفكرة تكون مختلفة ومطلوبة. ممكن برضو نشوف coloring for adults مثلا. هنلاقي كتب التلوين دي برضو عليها طلب عالي جدا،
الكتاب ده واخد 5000 تقييم. فالخلاصة إن أمازون KDP فرصة حلوة لأي شخص مبدع، ولو أنت مش بس هتكتفي بالكتب الlow content والmedium content، لو ليك في الكتابة وعايز تكتب كتاب كبير برضه في فرصة. وإن شاء الله في الفيديوهات الجاية هنتكلم عن كل الأنواع دي بالتفصيل وإزاي نعملها. هنشوف مع بعض خطوات التسجيل في أمازون KDP. أول حاجة هندخل على kdp.amazon.com، وأول ما الموقع يفتح هنلاقي قدامنا خيارين: Join KDP و Sign In. لو عندك أكاونت على أمازون تقدر تستخدمه في أمازون KDP كمان، وهتدوس على Sign In. لو ما عندكش أكاونت على أمازون هتدوس على Join KDP علشان تعمل حساب جديد. هنا هتملى بياناتك عادي جدا، الاسم والإيميل والباسورد، وبعد كده تدوس على Create Your KDP Account. او لو عندك اكونت هتدوس على ساين ان، هيفتح لنا صفحة فيها شروط الاستخدام، هندوس على اجري وكده الحساب اتعمل. بس هيطلع لنا الرسالة دي ان في بيانات لازم نكملها. هندوس على ابديت ناو، وهنا لازم تكتب رقمك علشان تستلم كود OTP. بعد ما تكتب رقمك تدوس على send OTP، وبعد كده تكتب الكود اللي هيجيلك وهيفتح لنا الصفحة دي. هتختار بزنس تايب، اختار individual مش corporation مش شركة، وبعد كده هتكتب تاريخ الميلاد والدولة، وهتكمل باقي البيانات. في legal name هتكتب الاسم زي بطاقة الرقم القومي او ايا كان اثبات الهوية، لازم تكتب الاسم زيه بالظبط، وهتكتب برضو نفس البيانات زي البطاقة او زي الباسبور او ايا كان تأكيد الهوية اللي هتستخدمه. وبعد كده هيسألك على بيانات البنك بتاعك، فانا بستخدم بايونير فهكتب ان البنك بتاعي في اليونايتد ستيتس. في ناس على KDP كوميونيتي بيقولوا ان امازون ما بتدفعش لبنوك في افريقيا. انا ما جربتش غير بايونير وبستلم عليه الارباح عادي مفيش مشكله. فلو انت ما عندكش حساب بايونير هسيب لك لينك في الديسكريبشن في شرح ازاي تفتح حساب بايونير. هتكتب الدوله وهتاخد رقم الحساب من بايونير وهتملى بيانات الحساب بتاعك. بعد كده هندخل على البيانات الضريبيه. اول حاجه بيقول لك what is your tax classification، هتختار individual فرد. تاني حاجه بيقول لك are you a United States citizen، هل انت مواطن امريكي، هتدوس no. بعد كده بيسالك هل انت ايجنت او هتشتغل لحساب حد، هتدوس no، وهتكمل باقي البيانات دي لحد ما توصل للتي اي ان اللي هو رقم التعريف الضريبي. هتعلم على I have a non-US TIN، وهنا في ال TIN value هتكتب الرقم القومي بتاعك. بعد كده هتختار الدولة بتاعتك وتدوس على confirm، وفي الصفحة دي هتنزل تحت خالص وهتكتب اسمك كامل والتاريخ، وبعد كده تدوس على submit form، وكده الحساب بتاعك جاهز انك ترفع اول كتاب ليك على امازون KDP. في الفيديو الجاي هنشرح ازاي تعمل اول كتاب ليك، وازاي تصمم الغلاف، وازاي تختار المقاسات والحواف والمارجنز وكل الكلام ده. فلو مهتم بسلسلة امازون KDP ما تنساش تعملها سبسكرايب ولايك، ولو عندك اي سؤال اكتبه لنا في كومنت.